الشيخة لطيفة هي بنت حاكم دبي الشيخ محمد. على عكس أخواتها زي الشيخة مارا، قليل جدا من الناس بيعرفوا عنها، ومع ذلك هي واحدة من أقوى الستات في دبي. هي بتقعد جنب والدها في المناسبات الكبيرة، وبتنصح أخوها ولي العهد حمدان، وكمان كتير بيقولوا إنها السيدة الأولى الحقيقية في دبي. بس ليه العالم يعرف قليل جدا عن تأثيرها؟ وإيه هو الدور اللي فعلاً بتلعبه ورا الكواليس؟ اتفرجوا على الفيديو كامل عشان تكتشفوا الحقيقة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. يلا نبدأ. الشيخ محمد بن راشد عنده أكثر من 30 طفل من 6 زوجات، لكن معظم الاهتمام دايماً بيروح لأولاده الذكور، خصوصاً ولي العهد حمدان اللي متوقع أنه ياخد مكانه في يوم من الأيام. لكن بناته عادة بيبقوا في الظل. في العالم العربي من المعتاد إنه الستات يفضلوا وراء آبائهم وأزواجهم، فعشان كده رغم إنه الشيخ محمد عنده بنات كتير، إحنا ما نعرفش منهم غير عدد قليل جدا. معظمهم بيبقوا تحت رقابة شديدة ونادراً ما بيظهروا في العلن. في بس شوية استثناءات قليلة. واحدة منهم هي الشيخة مهرة. هي يمكن تكون أكتر بنت مشهورة للشيخ محمد. أبوها بيديها حرية أكتر من أغلب البنات. هي مش بتلبس حجاب، وبتشارك أجزاء من حياتها على السوشيال ميديا، وغالباً بتجذب انتباه الإعلام. في ناس بيعتقدوا إن الحرية دي ممكن تكون جاية من خلفيتها الأوروبية من ناحية أمها. استثناء تاني هو الشيخة ميثا. هي اشتهرت أساساً من خلال الرياضة. هي مثلت بلدها في مسابقات دولية وكسبت كذا ميدالية، وده خلاها واحدة من القليل من بنات الحاكم اللي ليهم دور عام واضح. وكمان في الشيخة لطيفة. هي اختارت طريق مختلف تماماً. هي مش بتدور على لفت الانتباه، دايماً بتظهر بالحجاب، ولبسها دايماً محتشم ومحافظ جداً. ومع ذلك تأثيرها جوا دبي لسه مش معروف لمعظم الناس. والفهم إزاي وصلت للمكانة دي لازم نبص على خلفيتها وتعليمها. الشيخة لطيفة اتولدت في 16 يونيو 1983 لأبوها الشيخ محمد وأمها دليلة العلا، وهي ست من لبنان. المعروف عن أمها قليل جدا، غير إنها كانت واحدة من زوجات حاكم دبي. من وهي صغيرة كانت الشيخة لطيفة معروفة بحبها للقراءة والكتابة، وكمان باهتمامها الكبير بالأدب. وفي نفس الوقت اتكون عندها ارتباط قوي بالخيول، وده شغف موجود في عيلتها، وكان والدها الشيخ محمد بيشجعها عليه جدا، وهو معروف بحبه للرياضات الفروسية. ولما كبرت بقى التعليم جزء أساسي في رحلتها. درست في جامعة زايد في دبي، وحصلت هناك على ماجستير في إدارة الأعمال مع تركيز على الدراسات التجارية. وبيعتقد كمان إنها حاصلة على شهادة في العلوم التجارية بتخصص تسويق من نفس الجامعة، وكمان شاركت في عدة برامج قيادية وتدريبية. الأساس الأكاديمي القوي ده جهزها مش بس لدور رمزي، لكن كمان لمسؤوليات حقيقية جوا الإمارة. على عكس بعض أخواتها زي لطيفة الثانية اللي تحدوا بعض الأعراف التقليدية وتقال عنهم إنهم متمردين، الشيخة لطيفة الأولى كانت دايماً بتعتبر فخر والدها. بفضل تعليمها القوي وحياتها العائلية المستقرة اللي خالية من الفضائح، قدرت تبرز وسط إخواتها، مع إنها مش البنت الكبرى، لأن المكانة دي تخص أختها من الأب الشيخة منال. الشيخة لطيفة ليها دور مهم جداً. في 2019 والدها سلمها منصباً حكومي كبير، تم تعيينها رئيسة لهيئة دبي للثقافة والفنون. من خلال المنصب ده الشيخة لطيفة بتشرف على المتاحف ومشاريع الحفاظ على التراث والمبادرات الفنية والفعاليات الثقافية الكبيرة. هي في الأساس مسؤولة عن تشكيل صورة دبي قدام العالم، وبتوازن بين التقاليد والحداثة. بالإضافة لكده هي بتشغل كذا منصب مهم تاني، زي إنها عضو في مجلس دبي والمجلس التنفيذي لدبي، وده بيخليها واحدة من أكثر السيدات تأثيراً في الإمارة. على مر السنين بقى واضح قد إيه الشيخ محمد بيثق في الشيخة لطيفة. كتير منشوفها قاعدة جنبه في الفعاليات الكبيرة، ولما ولي العهد حمدان مش بيكون موجود وجودها بيبقى أوضح كمان. في البروتوكول الملكي القعدة جنب الحاكم بتكون علامة على الأهمية. ده معناه إنك تكوني جزء من المناقشات المهمة وتساعدي في اتخاذ القرارات، ويكون ليكي صوت فعلاً ليه قيمة. مفيش أي بنت تانية بتقعد في المكان ده بشكل مستمر،
وده بيوضح قد إيه هي ليها مكانة كبيرة وسط العيلة. في غياب زوجة الحاكم الشيخة هند اللي عمرها ما ظهرت قدام الناس أو حضرت مناسبات مع جوزها، ناس كتير بيشوفوا الشيخة لطيفة هي السيدة الأولى الحقيقية لدبي. جانب مهم تاني من تأثيرها المتزايد هو علاقتها بأخوها الشيخ حمدان. غالباً بيتشافوا مع بعض وبيشاركوا في مناقشات ولحظات بتوضح علاقة قوية مبنية على الثقة والاحترام. باعتباره الحاكم المستقبلي لدبي، ولي العهد حمدان بيمثل المرحلة الجاية من القيادة. قرب الشيخة لطيفة منه بيديها مكانة مهمة جداً. كتير بيعتقدوا إنه نصايحها لها قيمة وصوتها بيساعد في تشكيل القرارات المهمة، حتى لو أغلب تأثيرها بيكون ورا الكواليس. تأثيرها زاد أكثر لما والدها رتب جوازها من رجل بارز. في سنة 2016 اتجوزت الشيخ فيصل القاسمي، هو واحد من أفراد العائلة الحاكمة في رأس الخيمة، واحدة من أقوى الإمارات. هو كمان رجل أعمال ناجح جداً. مع بعض عندهم 4 أولاد، والجوازة دي عززت مكانتها جوا العيلة الملكية ودوائر القيادة في دبي. بعيداً عن أدوارها الرسمية، الشيخة لطيفة منخرطة بعمق في الأعمال الإنسانية. هي تدعم مبادرات كتير بتساعد المحتاجين، وده بيشمل مساعدات متوجهة لغزة عن طريق مؤسسات مرتبطة بوالدها. اللي بيميز طريقتها إنها تشرك أولادها في الأنشطة دي، وبتعلمهم من وهم صغيرين أهمية الرحمة والعطاء. بالنسبة للشيخة لطيفة، القوة مش بس نفوذ أو سلطة، هي كمان مسؤولية، وإنها تستخدم مكانتها علشان تعمل فرق إيجابي في حياة الناس التانية. من خلال شغلها الاجتماعي، الشيخة لطيفة دعمت مشاريع كتير بتساعد الناس اللي محتاجين أكتر، وده بيبين إن العظمة الحقيقية مش في القوة أو الفلوس، لكن في القدرة على خدمة الآخرين. هي كمان بتشتغل من غير كلل علشان تمكن الستات في الإمارات وخارجها. في سنة 2020 خلال المنتدى العالمي للمرأة في دبي، أكدت الشيخة لطيفة على أهمية دعم الستات، وقالت: من المهم ندعم الستات في أي حاجة هم عايزين يعملوها. أنا مؤمنة إنه دعم الحكومة ضروري علشان الستات يتقدموا. أنا شايفة الستات بيكملوا يتقدموا من قوة لقوة، مجهوداتها ما عادتش من غير تقدير. في 2021 حصلت على أول جائزة سيدة عربية من هيئة المرأة العربية، تقديراً لشغلها وثقافتها ودعمها للمشاريع الإبداعية في دبي. وفي نفس السنة تم اختيارها كمان بلقب امرأة العام العربية، وده أكد أكثر على تأثيرها المتزايد مش بس في الإمارات، لكن كمان في العالم العربي كله. صورتها كأميرة عصرية ومؤثرة اتبرزت أكثر لما ظهرت على غلاف مجلة فوق العربية في عددها 50، واحتفل بها كواحدة من أبرز الشخصيات في العالم العربي وعلى الساحة الدولية. الشيخة لطيفة بقت رمز للمرأة المجتهدة في دبي، قدرت تضع نفسها في مكانة استراتيجية حتى جنب إخواتها الذكور. قربها الشديد من أخوها الحاكم المستقبلي بيدل إن الشيخة لطيفة هيكون لها تأثير كبير على مستقبل دبي الحاسم. لما أخوها يتولى الحكم، نصايحها وحضورها هيكونوا ضروريين عشان يحافظوا على التوازن والاستقرار في الإمارة. وبرغم كل التأثير ده، الشيخة لطيفة لسه واحدة من أكثر أفراد العيلة المالكة تحفظاً. هي مش بتدور على الانتباه ولا بتعمل جدل، ويمكن ده بالضبط هو مصدر قوتها. طيب، إيه رأيك في الشيخة لطيفة؟ شاركينا رأيك في التعليقات. وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات زي دي أكتر، اتأكدي إنك تعملي لايك تحت تقديراً. ولو لسه مشتركتش، فعلاً لازم تشتركي. اشتركي في قناتي وفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.